كتير جدا ما بيحبش ياخد كورسات على اليوتيوب، على الرغم ان الكورسات دي بتكون قيمة جدا وبيكون فيها محتوى كويس، وده لأكتر من سبب. واهم سبب منهم ان هو ما بيقدرش ياخد سيرتيفيكت يقدر ان هو يضيفها على السي في بتاعه عشان يقدر يقول للاتش ار ان هو واخد سيرتيفيكيشن بالكواليفيكيشن دي. فعشان كده النهارده اقول لكم على موقع ده بيدي كورسات برمجة بشكل مجاني، وكمان الكورسات هتاخدها معتمدة من وزارة الاتصالات المصرية. وكمان هقول لكم على رود ماب كاملة خاصة بمجال من مجالات البرمجة، وازاي ان انت تقدر تطبق عليها وتاخد شهادات بشكل مجاني. فتابعني لغاية الاخر. والموقع اللي انا بكلمكم عنه هو حاصل على جايزة السنة اللي فاتت من اليونسكو، وكمان الكورسات اللي انت بتاخدها بتكون معتمدة من وزارة الاتصالات المصرية. الموقع في الاول كان مفتوح بس للمصريين، علشان ان انت تاخد الكورسات دي كنت لازم يكون بتقدم بالبطاقة المصرية، لكن دلوقتي هو بقى مفتوح لأي حد بحساب جوجل. تقدر ان انت تعمل ريجستريشن في الموقع وبتاخد السيرتيفيكت معتمدة. الموقع بيقدم كورسات كتيرة جدا، وصراحة كورسات كاملة، يعني مش هتلاقي مثلا ناقصة شيء. والكورسات طبعا كلها في مجال البرمجة، زي كورس مثلا الفرونت اند والباك اند والسايبر سيكيورتي والاي اي. صراحة في كورسات كتيرة جدا وكلها كورسات كويسة جدا. وكمان اللي دارسين بالقانون او اللي شغالين في القانون، في كورس ان هم دمج التكنولوجيا مع القانون، وده عشان يعزز كفاءتك القانونية. اللي انا بكلمكم عنه هو موقع مهارة تك. في الصفحة الامامية مكتوب الجائزة اللي هم خدوها اللي هي خاصة باليونسكو، وهنا الاكاديميات كلها سواء ان هي الذكاء الاصطناعي او سايبر سيكيورتي. وهنا طبعا زي ما قلت لكم ان هي مدعومة بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكمان هنا في الكورس الخاص بالقانون ودمجه مع التكنولوجيا. وهنا في كل الكورسات الموجودة والرود مابس كلها. وزي ما انا قلت لكم ان احنا هنختار رود ماب خاصة بالفرونت اند. هنلاقي كل الكورسات HTML و CSS وجافا سكريبت، وفي كمان تايب سكريبت. وهنا من فوق في الأكاديميات وفي المسارات الوظيفية. لو ضغطت عليها هتلاقي كل الحاجات اللي احنا قلناها، الفرونت اند، باك اند، سايبر سيكيورتي. وهنا في كمان منفصل للرياكت، ورياكت بيكون مطلوب بعد ما بتخلص الكورسات اللي هي خاصة بالفرونت اند. وده فريم وورك في رياكت وفي انجلر، بس الاغلب حاليا دلوقتي بيفضل رياكت، وزي ما قلت لكم ان هو مجانا بالكامل. طريقة التسجيل كانت الأول زي ما قلت لكم بالهوية المصرية أو البطاقة الشخصية، دلوقتي بقى بجوجل أو مايكروسوفت. الموضوع بقى أسهل وهنيجي بقى للجزء المهم جدا، وهو رود ماب أو الخريطة لتعلم البرمجة في مجال الفرونت اند. عشان أبسط لكم الموضوع، بالنسبة للبرمجة في أكتر من مجال. في مجال زي الويب ديفلوبمنت، وفي مجال زي سايبر سيكيورتي، وفي مجالات زي التستنج. في مجالات كتيرة جدا، بس الأشهر فيهم هو مجال الويب ديفلوبمنت. ده بيتقسم لحاجتين، حاجة اسمها فرونت اند وباك اند. ولو هتاخد الاتنين مع بعض ده بيكون حاجة اسمها فول ستاك. بالنسبة للفرونت اند، وهو ده بيكون أسهل مجال في البرمجة. طبعا مفيش مجال سهل، هو بس بيكون أكتر واحد مش مهندسين يقدروا إن هم يخشوا فيه. بالنسبة للمجال ده هو بالظبط بيعمل الواجهة الأمامية للمواقع، يعني بيعمل الديزاين بتاعها، مثلا بيعمل الزراير، لو في انيميشن هو اللي بيكون مسؤول عنها. بالنسبة للمجال ده هقول لك ازاي على طريقة تاخد فيها كورسات بشكل مجاني وتطبق عليها. اول حاجة هتعملها هتخش على موقع مهارتك وهتاخد كورس HTML و CSS. بعد كده لما تخلصهم هتخش على اليوتيوب وهتكتب تطبيقات HTML و CSS مع أسامة الزيرو. اول ما تخلص التطبيقات دي هتخش على مهارتك تاني وتكتب كورس جافا سكريبت او تاخد كورس جافا سكريبت. بعد ما تخلصه هتكتب على اليوتيوب تطبيقات جافا سكريبت للباشمهندس عبد الرحمن جمال. هتخلص التطبيقات دي، بعد كده هتخش تاخد كورس رياكت من مهارتك. وبعد كده هتكتب على اليوتيوب مشروع كامل لرياكت من أكاديمية ترميز. كده هتكون خلصت الرود ماب الخاصة بالفرونت اند، وتقدر ان انت تقدم على وظائف. لو وصلت بقى لغاية هنا ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتابعنا عشان اقول لك ازاي تتعلم برمجة بشكل مجاني او بمبلغ بسيط جدا.
سلام.